اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ انا ايمي ودي قناتي. بتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولو الفيديو عجبكم حطوا لايك. تمام. النهارده هعمل لكم اصابع البسكوت بالشوكولاته بدون زبده. طريقه سهله جدا، بسكوت جميل خفيف كده على قد الايد. تعالوا اوريكم الطريقه. عندي بيضتين بدرجه حراره الغرفه. تمام. اكسرهم الاتنين زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا احط نص كوبايه سكر، لان هيبقى فيه شوكولاته فانا مش عاوزاه مسكر قوي، ونص كوبايه زيت. يبقى الزيت قد السكر على البيضتين. رشه الملح وكيس الفانيليا والدقيق بقى. طبعا انا هقلب الدقيق، هيبقى كوبايتين ونص. تمام. هبتدي ان انا اقلبها كويس. لازم السكر يدوب، قلبه كويس. زي ما انتم شايفين كده، هو سهل ومش محتاج لا مضرب كهربائي ولا محتاج اي مجهود. انت هتحطي الدقيق وهتقلبيه بنفس المعلقه، مش هتحتاجي ايدك، وهتكون سهله جدا. زي ما انتم شايفين حطيت كوبايتين، وفي الاخر هحط نص كوبايه تاني، مش هتظهر تقريبا في الكاميرا. زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا اقلب كويس لحد الدقيق ما يمتص الخليط. تمام. فاضل ايه بقى؟ انا نسيت احط البيكنج باودر، فانا هحط معلقه كبيره، وهحط كمان بشر شوكولاته. الشوكولاته اللي انت بتحبيها حطيها، ده في اختيارك وفي ايدك انت. تمام. انا عندي كان شوكولاته عاديه، حطيتها في اهي، بشرتها. تمام. وعندي كمان منها جزء هسيحه، وده اللي هعمل الجناش في الاخر للبسكوت. تمام. انا كده خلصت العجن. هبتدي بقى اخدها زي ما انا قلت لكم، انت مش هتحتاجي ان انت تتعبي فيها. هو البسكوت بطبيعته ما بيتعبش اساسا، الا لو هتحطيه في مكنه او حاجه. تمام. بيبقى طبعا طريقه تاني مختلفه، بيبقى لين شويه عن ده. على فكره هو طري جدا، بس الكاميرا ظلماه. بس ان شاء الله لما هاجي اقطعه قدامكم هتشوفوه، هيكون باين اكتر من كده. زي ما انتم شايفين هجيب السكينه، انا فردته، هجيب السكينه وابتدي اقطعها. القطعه الواحده هعمل منها كذا بسكوته زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفترة اللي جاية ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات كتير. اتمنى ان الوصفات تعجبكم، اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. خلاص. اخر حتة اهي هبتدي ان انا اعملها الاول على ايدي، وبعد كده هعملها على البلانشة اهي. زي ما انتم شايفين هي مش هتحتاج منك حاجة غير حاجة بسيطة خالص. انت بتكوريها زي كده، بتفرديها بنفس الطريقة اهي بايدك، وتبتدي بقى تقطعيها. التقطيع بتقطعي تروح من هنا ومن هنا، وتقطعيها بالنص، والحجم اللي انت عاوزاه. الحجم ده في ايدك انت زي ما انتم شايفين اهو. القطعة اللي هتتبقى تاني يا جماعة انا هعجنها واحطها، اعملها تاني، يعني هفردها تاني. تمام. البسكوت ده ما بيرتاحش، يعني انا مش مريحتوش، قطعته على طول. هبتدي اقطع حاجة قطع تاني واوريكم. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. زي ما انتم شايفين كده هبتدي افردها. زي ما انتم شايفين، وهبتدي اقطعها زي ما قطعتها من شويه. هقطع الاطراف واقطعها. عايزه تقطعيها 2 براحتك، عايزه تقطعيها 3 براحتك، كله ليكي. وهتبتدي ترصيهم بقى في الصينيه. خلاص. تمام. بصوا شكلهم بقى وهم لسه في الصينيه. لما خلصت الكميه كلها شكلهم حلو جدا، بيلمعوا ازاي؟ عشان كميه الزيت مظبوطه، والسكر كمان مظبوط، والدقيق هو كله محتاج كوبايتين ونص دقيق
نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، بيضتين، فانيليا، بيكنج باودر، وشوكولاته، دي حسب الرغبه. بصوا بقى انا حطيته في الفرن، درجه الحراره 180، 10 دقايق بالظبط. بتولعي الفرن والشوايه، هي درجه الحراره زي ما انا قلت لكم 180 على الناحيتين. خلاص هو برد، هبتدي ان انا احط له الشوكولاته. الشوكولاته ديت انا عندي قطعه شوكولاته سيحتها وحطيت لها معلقه زبده، بقيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هخلص الكميه كلها، هحطها على كيس مشمع، على مصفاية اللي انتوا عاوزينه. في الاخر هتطلع بالنتيجه اللي انتوا هتشوفوها دي. ايه رايكم؟ بجد طعمه حلو وشكله حلو جدا. اهم حاجه اوعي تنسي حته الزبده اللي تحطيها على الشوكولاته عشان تدي اللمعه اللي انتوا شايفينها دي. وبالهنا والشفا للي يعمله وياكل. اتمنى بجد ان الفيديو يكون عجبكم. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا اتشرفت بيكم. السلام عليكم.